السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني ومتابعات قناة ماسة وزوبة اللهلوبة في كل مكان. طبعا احنا عيدنا خلاص الحمد لله وكلنا اللحمة. هقول لكم بقى على شوية حاجات ووصفات طبيعية كلها من عند العطار. طبعا اللي طلعت بقى من العيد زايده شويتين كده 3 4. تعالي يا حبيبه قلبي اما اقولك، هي كوبايه الجنزبيل مشت لوحدها ليه؟ لا مؤاخذه يعني، كوبايه الجنزبيل مشت لوحدها ليه؟ انا حاطه الكوبايه عشان اصورها. تقول كده هتعملي فيديو على العرق السوس؟ انا هعمل عن العرقسوس لكن انا لازم اصور الجنزبيل الاول. طب اخد منه شفطه ولا حبايبي مشاهديني ومتابعيني في جميع انحاء الدول العربيه والاوروبيه والخليجيه والمصريه، احب اعرفكم بالجنزبيل. الجنزبيل فوائده مدهشه هايله، بيسيح الدهون كده، بيخلي المعده مرتاحه الحمد لله، وبيخلي السكر مظبوط في الجسم. صح؟ فوائد السكر. لا اسكت بقى، اسكت، انت ما تعرفش حاجه، انا اللي هقول لك دلوقتي. احنا هنخش دلوقتي حبايبي على فوائد العرقسوس. طب اخد الجنزبيل اشربه؟ فوائد تقدر تاخد الجنزبيل تشربه؟ اتفضل اتفضل اتفضل. دلوقتي يا حبايبي انا عايزه اقول لكم فوائد العرقسوس. العرقسوس العرقسوس هو نبات عشبي معمر، اسمه العلمي جلا ياسيريزيزا جلاليرا. طبعا انتوا عارفين ان احنا فيديوهاتنا كوميديه شويه، مضحكه شويه، بتطلعنا من الهم والغم وسواد الحلل اللي احنا فيه. طبعا هي الكتابه هنا ضعيفه جدا، انا مش قادره ابص كويس. الكلام ده حقيقي؟ طبعا يا حماده، ربنا يسترها معاك يا ابني يا رب. المهم، يمتاز العرقسوس بمذاقه الحلو، ويستخدم كعادة محلية في العديد من الأطعمة. أنا مش عارفة عيني مزغللة ليه كده، ده هل ضغطي عالي؟ العرقسوس طبعا معروف ان هو طعمه تحفه 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 تحفه، انا بحبه قوي على فكره. العرقسوس يا جماعه بيستخدم من 3000 سنه علشان تكونوا عارفين، يعني في الطب البديل. فوائد العرقسوس بقى يا خراشي، على فوائد العرقسوس ما اقولكوش. بيساهم في علاج الدم، الكلى، السعال، حرقه المعده، وما ادراكم وما حرقه المعده. فوائد العرقسوس هو عامل زي الشاي، بيتعمل كده على ميه كشري، وساعات بتلاقوه كبسولات مجففه في الصيدليه. احنا بنشرب العرقسوس، هو مرطب، يعني بيبقى مرطب كده على المعده في فصل الصيف. يحتوي العرقسوس على نسبه عاليه من الفلافوتين. لا هو يحتوي على نسبة عالية من جميع الحاجات. والعرقسوس بيعتبر مصدر أساسي لفوائد العرقسوس. على فكرة هو ليه فوائد طبية كمان، ومفيد جدا في الأكسدة، مضاد للأكسدة. وما بالك بقى ما ان البشرة لازم تتأكسد، لو ما تأكسدتش هتبقى نصيبة سودة والتجاعيد هتبان. العرقسوس يا جماعة، العرقسوس يا جماعة بيعزز الجهاز المناعي. كما يعد العرقسوس مصدر غنيا بفيتامين B6 أو B6 وB2، وبيخش في جميع الفيتامينات تقريبا، وفي فوسفور وحديد ومعادن وزنك. ايضا يحتوي العرقسوس على مواد فعالة تلعب دور العرقسوس. في جليسرين. العرقسوس كمان ده بيعتبر بقى بذور كده جافة عشان تكونوا عارفين يعني. بيستخدم العرقسوس في جميع المشاكل الصحية الحمد لله. بيستخدم، بيبقى سريع جدا جدا في الشفاء بطانة المعدة، بيفيد في حالة تسمم الطعام،
وقرحة المعدة والتهابات المعدة، وذلك لاحتوائه على مواد ذات خواص مضادة للالتهاب. يخفف من آلام المعدة والغثيان وحرقة المعدة، ويعود السبب في ذلك إلى بعض مركبات موجودة، يعني في مركبات كده موجودة فيه في جذور العرقسوس نفسها، يعني لأني أنا دارسة جدا موضوع العرقسوس. يساعد العرقسوس في علاج القرحة الهضمية، حيث يساهم مستخلص العرقسوس في قتل بكتيريا بوابية. بوابية ازاي يعني؟ لا مش معقول، موضوع كتير وانا مش هقدر. يخفف من ارتجاع المريء وحرقة المعدة. جذور العرقسوس مفيدة جدا. بصوا يا حبايب قلبي، العرقسوس مفيد للسعال، العرقسوس مفيد للحلق بعد الجراحة، لما تعملي عملية اللوز كده حبيبتي بعد الشر عنك تشربي عرقسوس. العرقسوس للبشرة هايل لما تعملي مسح العرقسوس. يحتوي جذر العرقسوس على أكتر من 300 مركب. بيفيد كمان في تفتيح البشرة جدا. وأفادكم الله بكل معلومة طيبة من قناة ماسة وزوبة اللهلوبة. وشكرا لاستماعكم وحسن استفساركم عن قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.